آخر أخبار الحرب. حزب الله يدخل في الحرب ويقوم بقصف شمال الكيان، يعني ولعت بزيادة. إيران من ضمن الدول الخليجية اللي ضربتها ضربت برضو عمان. مين عمان؟ عمان اللي كانت هي بتعمل المفاوضات بينها وبين أمريكا، فبرضو ما سلمت. لارجاني بيقول سنحرق قلب أمريكا والكيان لأنهم حرقوا قليبنا. شغلة ثانية، اللي عبى بنزين اليوم وامبارح يتوقع انه الايام الجاية الغاز راح يشوط للسما العالي، فاستمتع اخر استمتاعات. ليش؟ لان مئات ناقلات النفط الان موقفة وصافة على جنب على مضيق باب هرمز، لانه الحرس الثوري الايراني بيهدد وحتى ضرب ناقلة اليوم. يعني في إغلاق للمضيق اللي أكثر من 20% من نفط العالم بيمر عن طريقه. أيضا الإمارات ما زالت تتعرض للضرب، هي والبحرين والدول الثانية، لكن صراحة الإمارات عندها قوة ممتازة إنها قدرت إنها تصد أكثر من 137 صاروخ، وأيضا أكثر من 209 طائرات مسيرة، فعندهم نظام دفاعي ممتاز، لكن طبعا إلا يزرق له واحدة من هون ولا من هون. شكرا لكم، رياض معكم. بليز شير لايك اند كومنت. تسلموا.